السلام عليكم اخواتي، كيفكم؟ كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي. بتمنى تكون اموركم كلكم تمام. انا في البداية حابة اتشكركم على تفاعلاتكم في الفيديوهات السابقة. عن جد تعليقاتكم الايجابية بتعني لي الكثير. بضل انا بقرا تعليقاتكم، ف بتمنى كمان انتو تضلوا هيك عم تتفاعلوا بالفيديوهات. بتحسسوني انه تعبي ما عم بيروح على الفاضي. وكمان بدي لكم انه اذا عندكم اي سؤال متعلق فيني، يعني حابين تعرفوا عني، فاكتبوهم في التعليقات. انا ان شاء الله بحاول على قدر الامكان في الفيديو اللي بعده انه اجاوب على اسئلتكم. ناطرة اسئلتكم في التعليقات. هلا أنا اليوم بلشت أعمل مهلبية. الصراحة زوجي كان جايب ظرف مهلبية جاهز من محل تركي، فحبيت أستعمله. قلت لحالي بعمل طبق حلو للولاد. ولادي كتير بحبوا المهلبية. ففي البداية أول شي عملت حمصت الكنافة. بعد ما حمصته وشقر اللون ضفت عليه كريم الفستق الدارج هلا كتير، فعم يستعملوه للدبي شوكليت. فجبت منه بعد ما حمصت الكنافة، حطيت كريم الفستق وخلطتهم منيح. هذا أول طبق حطيته بالكاسة، وبعدها ضفت المهلبية، وطبعا تركته ليبرد شوي المهلبية. وبعدها بالأخير ضفت عليه كريمة الخفق اللي خفقتها مع كمان كريم الفستق. فخفقتهم منيح وكنت تركتهم في البراد. فكمان كآخر طبق فوق المهلبية ضفت كريم الفستق، وبعدها زينته بحبات الشوكولا الأبيض. فكان كتير طيب والله. والصراحة ما كنت بعرف أنه الكنافة مع كريم الفستق رح يلبق كتير مع المهلبية. أنا أول مرة جربت هالحلو، صراحة اختراع من عندي. فعجبني كتير، وإن شاء الله رح ضل أعمله لقدام. فبنصحكم كمان تجربوه. هلا بعد ما خلصت بلشت بدي أزرع البوزوس. نحن هون بنسميه نبتة المال، وفي ناس بيسموه اللبلاب الذهبي. ما بعرف بقى، من منطقة لمنطقة بتختلف. فخبروني انتو شو بتسموه عندكم في البلد هاي النبتة. صراحة جارتي عطتني اياه. كانت هي حاطة فرعين بقلب المي، وعيطين جذور في قلب المي. فعطتني اياهم عشان ازرعهم عندي. فانا كتير بحب هالزرع. بحب هيك اللون الاخضر مع الذهبي اللي في قلبه. وهو نبتة زرع كتير، يعني بيتأقلم مع كل الأجواء. وما بيتطلب مي غير مرة بالأسبوع. وبتحسه هيك بيطول بسرعة ما شاء الله تبارك الرحمن. فبيعطي منظر كتير حلو. أنا عندي منه على أكبر، بس هذا الصغير كمان كان عندي. ولما عطتني جارتي الفرعين كمان حبيت أزرعه في قلب الصغير، لشوف إن شاء الله بحب المكان وبيبلش يكبر ويطول. فبنصحكم كتير إذا أنتم كمبتدئين حابين تجيبوا زرع، فبنصحكم كتير إنكم تجيبوا هذا الزرع لأنه بيتأقلم كتير مع الجو. ومثل ما قلت لكم سهل كتير للاهتمام. إذا بدكم تهتموا فيه سهل كتير. ما بيتطلب اهتمام كتير كبير. فحلو منيح كتير للمبتدئين. هلا رح أحكي لكم على شغلة. أنا كنت أحب كتير الزرع، وكنت كتير أجيب زرع، بس صراحة ما كانوا يعيشوا، كانوا يموتوا. كنت أخذ فكرة أنه المشكلة فيني أنا. بس بالأخير قرأت كتير مقالات عن الزراعات وهيك، واكتشفت أنه الإنسان لما بده يبلش لازم يبلش من زراعات يكونوا هيك ما يتطلبوا اهتمام كتير، لأنه كمبتدئين ما عنا أي فكرة بالزرع. فاخترت لي كم زرعة هيك، مثل ما قلت لكم زنبق السلام وهذا البوزوس، وفي كم شغلة كمان الكاكتس والألوفيرا. هدول من الزراعات اللي ما بيتطلبوا اهتمام كتير كبير، وكتير مناح للمبتدئين.
فالحمد لله إنه لحد الآن أنا شايفة في نتيجة إيجابية. آه، فبنصحكن يعني من هدول الزراعات إذا بتحبوا كمبتدئين تبلشوا، ممكن تختاروا زنبق السلام أو الكاكتس أو اللبلاب الذهبي كمان. ف كمبتدئين فيكن تبلشوا من هدول. فبعد ما خلصت لبست الولاد وجبتن على المكتبة. الصراحة بنتي الكبيرة كان عندها بروجكت إنه تعمل تقويم رمضان هي ورفيقتها. ف فالصراحة اتفقنا أنا وأمها لرفيقة بنتي إنه نجي على هذا المكان لحتى البنات يشوفوا بعض ويشتغلوا مع بعض على البروجكت سوا. بتعرفوا كونه رمضان، فالآن سأعطيتهم إنه يعملوا سوا، كل اثنين بيعملوا تقويم رمضان. فالصراحة هالأماكن كتير منيحة إنه الواحد يجتمع فيها. حتى أنا بالعادة كمان بجيب ولادي عليه مشان يختاروا كتب بيقروا شوي، وفي قسم للألعاب بيلعبوا ويتسلوا فيه الولاد. هاي المكتبة بالذات أنا أول مرة بجربها. بالعادة بروح على المكتبة اللي حد بيتي، والصراحة كحجم أصغر بكتير من هاد. فحبيت بهاد إنه كتير واسع، وفيه أي كتب بيخطر على البال يعني بتلاقوه. وفي كمان حاطين مثل الكمبيوترات في الولد إذا بده يعمل بحث عن أي موضوع بخص المدرسة أو الدراسة. أو ممكن حتى يكون في كمان على الكمبيوترات ألعاب تعليمية كمان بيلعبوا. وهذا البروجكت اللي عملوه سوا بالأخير أنا حبيته كتير، إن شاء الله تكون الأنسة كمان تحبه. بعدها رحنا على بيت عمي لأنه مرت عمي كانت مقررة تعمل كعك. فكعك هو نحن بنسميه كعك العيد. فكان بدها مساعدة، فرحت وعملنا الكعك سوا. خبروني انتوا بتحبوا الكعك بتعملوه قبل رمضان ولا بنص رمضان ولا قبل العيد بكم يوم؟ هلا بعرف يختلف من مكان لمكان ومن بلد لبلد. فاحنا هيك حبينا نعمله ونخلص بنفس الوقت. الصراحة كان يوم كتير متعب، بس عن جد كتير استمتعنا مع بعض ونحن عم نعجن العجينة ونعمل الكعك.
فبعد ما أنا عجنته شوي كملت مرت عمي. الصراحة هي أقوى مني بكتير ما شاء الله وعندها تجربة، فكانت عم تعجن أحسن مني بكتير. المهم بعد ما عجناه تركناه على جنب فترة تقريبا شي ساعتين 3. وبعدها بلشنا نعمل الكعك. فأنا كنت عم أخبز، يعني بنات عمي ومرت عمي هن عم يعملوا الكعك وأنا أنا اللي خبزته. فطلع طيب كتير والله. هلا كمان بعدها فطرنا للرمضان. ومرت عمي قررت تعمل بريوش مثل ما بقولوا، أو في ناس بيسموها خلية النحل. فكان كمان كتير طيب، يسلموا إيديها. فطلعت على البلكون لصوركم هالمنظر الحلو، منظر القمر والنجمة حدها. أو شو فينا نقول كوكب. هلا أنا بقول النجمة، بس زوجي قال لي إنه هاد كوكب، ما بعرف بالضبط، الله أعلم. فشوفوا لي شكل القمر ما أحلى، ما شاء الله تبارك الرحمن. بدل على أجواء رمضان. وهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. إذا عجبكم الفيديو بتمنى أنكم تشتركوا في قناتي وتدعموني إذا بعدكم ما اشتركتوا، وتحطوا تعليق ولايك بنفس الوقت. أراكم بالفيديو القادم بأمان الله وحفظ الرحمن أخواتي.